ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. جالي تعليق بيقول لي اتكلمي عن اهميه كورسات الانجليزي لطالب كليه الحقوق. طبعا احنا يعني معظمنا عارف ان كورسات الانجليزي مش مهمه، وطالب الحقوق انا مش طب ولا صيدله ولا علوم. بس طبعا دي معلومه غلط خالص من سنين، ودلوقتي بقت معلومه غلط تماما. حياتك بدون انجليزي زيرو، ما تعرفش تعمل اي حاجة، ومش هيبقى عليك العين في اي حاجة، ومش هتعرف تتعين غير في وظائف محدودة جدا. تمام. طيب ايه هي فايدة كورسات الانجليزي او تعلم اللغة الانجليزية لطالب كلية الحقوق؟ بالنسبة لكورسات الانجليزي بصفة عامة، انت ممكن تدخل حقوق انجليزي اصلا. تمام. طيب ما هو انت لما تبقى دارس انجليزي او عارف لغة انجليزية، انت هتعرف تترجم الكتاب، ومش هتحتاج لحد، ومش هتحتاج لكورسات. هتعرف تحفظ، يا دوبك تحفظ الكلمات وتركب الجمل انت على بعضها. تمام. ده بالنسبة لطالب حقوق انجليزي. هتعرف تتكلم مع الدكتور اللي بيتكلم محاضرته كلها بالانجليزي، هتبقى فاهم هو اصلا بيقول ايه. حقوق انجليزي محدش بيترجم لك في المحاضرة، انت المفروض ان انت داخل بدرجة معينة للغة الانجليزية. المفروض ان انت شاطر في الانجليزي، ما هو مش هيكلمك بالعربي. فطبعا لما انت تبقى دارس انجليزي كويس وعندك سكور عالي جدا فيها، هتقدر تفهم الدكتور في المحاضرة هيقول ايه، هتقدر تقوم تتناقش معاه. فطبعا ده بالنسبة لحقوق انجليزي. طيب بالنسبة لحقوق عربي مش هستفيد؟ لا هتستفيد. انت عندك في حقوق عربي اصلا كل سنة بتدرس مادة اللغة الانجليزية او الفرنسية، انت اللي بتختارها على حسب. تمام. طيب انت دلوقتي بمجرد ان انت بتحفظ الكلمات، او انت فاهم كتاب اللغة الاجنبية اللي جاي لك ده، مجرد ما بتحفظ الكلمات بتعرف تركب الجمل على بعضها، بتعرف تكتب الموضوع اصلا بالانجليزي. خاصة الامتحان بيجي كلمات وبيجي قطع، فبتعرف تترجم، وبرضه ما بتبقاش محتاج حد. فده بصفة عامة كطالب. طيب في حاجة كمان، لو انت خلصت خلاص كلية الحقوق ودخلت ماجستير او دكتوراه، اي مراجع بتترجم منها بتكون يا اما انجليزية يا اما فرنسية. فخلينا في الانجليزي اساسي، بتعرف تترجم الكتب بدون ما تحتاج لحد. وطبعا ده بيوفر عليك مجهود وفلوس، لان الترجمة ترجمة المراجع في الماجستير والدكتوراه بحر فلوس، ودي حاجة معروفة، والناس اللي هي بتعمل ماجستير ودكتوراه هتبقى فاهماني كويس جدا. تمام. طيب انا مثلا مش هعمل ماجستير ودكتوراه مثلا يعني. طيب انا هقدم في القنصليه والدبلوماسيه، لازم شرط مهم جدا ان انت تبقى عارف لغتين. اللغه الاولى بالنسبه لك تبقى الانجليزي، لازم تبقى عارف. وبيمتحنك تحريري في اللغه الانجليزيه، ولو انت مش دارس مش هتعرف تجيب درجات كويسة فيها، ومش هيديك سكور عالي. لكن لو انت اصلا دارس انجليزي وعارف تكون الجملة ازاي، وعارف عندك حصيلة لغوية كويسة، تعرف تكلم اللي قدامك بدون ما يترجم لك، طبعا هتعدي في الامتحان ده وتجيب سكور عالي. خاصة اصلا النجاح في القنصلية او الدبلوماسية بيبقى نظام مجموعة نقاط بتجمعها. تمام. طيب بالنسبة للشغل، بالنسبة للوظيفة الحكومية دلوقتي بيقولك أهم حاجة يكون عندك لغة، طبعا بشروط معينة هو بيقولها، ومن ضمن الشروط دي اللي انت تبقى ملم باللغة الإنجليزية، وكمان ملم بالكمبيوتر بالحاسب الآلي. يبقى ادي خلاص القطاع الخاص. تمام. طيب القطاع الحكومي، طيب بالنسبة للقطاع الخاص طبعا هيفضل اللي عنده لغات، مش هيفضل اللي عنده عربي. تمام. مثلا وليكن البنوك دلوقتي لازم تكون بتتكلم انجليزي، حتى لو انت مش هتمارس الانجليزي في الشغل، بس لازم تكون بتعرف تتكلم انجليزي. طيب ده انا اتكلمت عن كورسات الانجليزي بصفة عامة او تعلم الانجليزي بصفة عامة. طيب في جانب تاني اسمه الترجمة القانونية. طبعا طالب حقوق ما ينفعش يبقى مش عنده الترجمة القانونية. ليه الترجمة القانونية مهمة جدا؟ الترجمة القانونية دي بتفتح لك بحر شغل خاص. خلينا متفقين ان هو بحر شغل خاص، سواء ان انت هتشتغل على النت هتترجم حاجات او عقود وتبعتها، ده بيبقى شغل على النت. سواء هتشتغل في شركات القطاع الخاص، حتى لو هتشتغل محامي لشركات اصلا بتعمل تعاقدات مع شركات بره. طبعا مش اي حد يتقن الترجمة القانونية، ودي ليها ناسها
ناس معينة اللي انا اعرفهم ان هم بيترجموا، اللي بيعملوا كورسات للترجمة القانونية دي مهمة جدا 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 فوق ما تتخيل. انت طالب كلية الحقوق، يعني شغلك ألف ب عقود. كل التعاملات دلوقتي بقت شركات أجنبية، يعني لازم تبقى عارف. كونك انك ما تعرفش تترجم دي مشكلة، ومش هتفتح لك فرص كتير للشغل. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ناس متميزة عايزة تفتح لنفسها مجال للشغل. بالنسبة للناس اللي سألتني على كورسات الترجمة القانونية، انا هحطها في التعليق. لبعض الناس بيدرسوا الترجمة القانونية دي، وانا انصحكم بيها جدا جدا جدا. الكورسات الانجليزي بصفة عامة والترجمة القانونية بصفة خاصة. ان شاء الله تستفيدوا من اللي انا بقوله ده، وان شاء الله اشوف نتيجة فيكم بجد ترضيكم وترضيني ان شاء الله. اشوفكم على خير بإذن الله. سلام.